تعرف محمود سامي البارودي؟ اكيد طبعا انت مش خدته في المدرسه. شاعر كبير لكنه في الوقت كان ضابط شركسي، وفي يوم من الايام بقى رئيس وزراء مصر. تعرف انه مش اول واحد يكون شاعر وقائد في نفس الوقت. عندنا من الصحابه في واحد كان كده فعلا، وكمان كان عنده مستوى عالي جدا من الايمان. هو سيدنا عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن رواحه كان من الانصار وكان من الخزرج، واسلم مع الرسول عليه السلام في بيعه العقبه الثانيه، وعين الرسول عليه السلام نقيب من نقباء ال 12 اللي اختارهم من الانصار على المدينه. ولما الرسول هاجر للمدينه اخى بينه وبين سيدنا المقداد بن عمرو، حارب مع الرسول عليه السلام في بدر واحد، وولاه الرسول عليه السلام في المدينه في غزوه بدر الاخره، وشارك مع الرسول في صلح الحديبيه، وكمان اعتمر مع الرسول عليه السلام في عمره القضاء. وركز معايا بقى في صلح الحديبيه ده علشان الشغل كله هيبدا من هنا. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وقع صلح الحديبيه مع قريش، امن الجبهه دي تماما اللي كانت مشتعله جدا وعامله مشاكل، وبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف كدوله ذات سياده ويقدر يخاطب العالم كله. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم رسل ليه برسائل لقاده العالم كلهم يدعوهم للاسلام، من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الفرس، من محمد رسول الله الى قيصر عظيم الروم، من محمد رسول الله الى المقوقس زعيم القبط. الرسول بعت الراجل بتاع مصر كمان. لكن اللي يهمنا الرسول اللي بعته الرسول صلى الله عليه وسلم للغساسنه هو سيدنا الحارث بن عمير. سيدنا الحارث لما راح للغساسنه هناك كان رايح للقائد بتاعهم كان اسمه الحارث بن ابي شمر عشان يدعوهم للاسلام ويقول لهم رساله الرسول عليه الصلاه والسلام. فقابلوا مين؟ قابلوا شرحبيل بن عمرو، وقال له انت مين وعايز ايه؟ قال له انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعايا رساله لقائد الغساسنه. طبعا ما اتكلمش الرسول، مستني مين القائد اللي اتكلم معاه وادوا له الرساله اللي قال له عليها الرسول. فشرحبيل ده مسك الصحابي وربطه وقطع رقبته، فوصل الخبر الرسول عليه الصلاه والسلام، فغضب الرسول جدا وقال للمسلمين خدامكم يوم واحد وتجهزوا كلكم لحرب الغساسنه، وقال لهم محدش يتاخر لان هيبه الدوله الاسلاميه على المحك، واننا لا يمكن نضيع دم اخانا. واول ما اتجمع الجيش وقف الرسول صلى الله عليه وسلم قدامهم وقال قائد الجيش زيد بن حارثه، فان قتل فجعفر بن ابي طالب، فان قتل فعبد الله بن رواحه. خلي بالك ده اول غزوه يجمعها الرسول عليه السلام وما يشاركش فيها. كانت رساله جدا للمسلمين ان الرسول عليه السلام مش هيدوم لهم للابد، ولازم المسلمين يعتمدوا على نفسهم. وخلي بالك الغزوه دي هي اللي هتخرج اكبر قائد اسلامي في التاريخ، بل اكبر قائد عسكري على مدار العالم. خرج المسلمين بجيش قوامه 3000 مقاتل الى الغساسنه باتجاه الشام. فلما عرف الغساسنه ان المسلمين جايين عليهم بداوا يجهزوا جيشهم كمان عشان خاطر يحاربوا المسلمين، فجهزوا جيش جبار. وعشان تاخد بالك من الغساسنه دول كان قبائل عربيه امنت بالمسيحيه وكانوا موجودين في الشام على حدود الدوله البيزنطيه، فكانوا حرفيا في حمى الروم. فلما قائد الغساسنه جمع الجيش ده قال انه الجيش ده ممكن مبقاش كفايه عشان يواجه المسلمين، فراح بعت لهرقل وقال له ساعدني عشان خاطر انا احارب المسلمين، والمسلمين دول ممكن لو انتصروا عليا يهددوا المملكه بتاعتك. وفعلا هرقل بعت جيش قد الجيش اللي كونه الغساسنه. يا ترى الجيش ده كان قوامه كام؟ 100,000 مقاتل، ومعاهم 100,000 واحد لوجستي اللي هم العبيد والطباخين والحريم والنساء والاطباء. وكمان الجيش اللوجستي ده بيتعامل كاحتياط ممكن يدعم الجيش الاساسي كمان. فانت متخيل في 200,000 مقاتل جايين يواجههم ال 3000 مقاتل بتوع المسلمين. فده يبين لك قد ايه ان المسلمين كان لهم هيبه جدا في الكره الارضيه ساعتها، وقد ايه كانوا خايفين منهم، وان جيش الاسلام لا يهزم ابدا. فلما وصل جيش المسلمين هناك لمنطقه اسمها معان هناك على الشام، عسكر المسلمين وبصوا على جيش الروم لقوه حاجه جباره. ايه الناس دي كلها؟ ده عدد مهول جدا. فقعدوا يستشيروا بعضهم يعملوا ايه؟ يرجعوا ولا يكملوا ولا يبعتوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولوا له هيبعت لنا مدد، بس يبعت لنا مدد منين؟ ده احنا اخر ناس في المدينه. فساعتها ظهر بطل قصتنا، قال لهم سيدنا عبد الله بن رواحه ايها المسلمون ان الذي تخافون منه للذي خرجتم من اجله، انها الشهاده، فقوموا اما نصر او استشهاد. وفعلا تحمس المسلمين وخرجوا القريه هناك اسمها مؤتة اتحصنوا بيها، لان طبيعي لو واجهوا الروم في الصحراء ف 200,000 واحد هيحاوطوا 3000 واحد هيخلصوا عليهم في 5 دقائق. فما كان من الروم ان هم بداوا يقللوا من عدد الجيش بتاعهم ويواجهوهم على قد عددهم في قريه مؤتة. لكن الروم واجهوا حاجه غريبه جدا، لقوا ان المسلمين هم اللي بيبادروا بالهجوم واظهروا شجاعه رهيبه جدا واسخنوا الجراح في الروم، لحد ما القاده هناك قالوا المسلمين دول متحمسين عشان خاطر القائد بتاعهم اللي هو حامل الرايه ده، لو قتلناه هيقدروا نهزموا المسلمين. فمين كان حامل الرايه؟ هو سيدنا زيد بن حارثه. وفعلا وجهوا السهام بتاعتهم كلها لسيدنا زيد لحد ما استشهد. فلسه الرايه هتقع مسكها سيدنا جعفر بن ابي طالب. فلما شافوا الروم حاولوا يوجهوا السهام ليه تاني لحد ما قطعوا ايده اليمين فمسك الرايه بايده الشمال، فجم قطعوا ايده الشمال فمسك الرايه بين عضديه، الحتتين اللي باقيين من دراعه دول، لحد ما خلاص قتلوه. لكن المهم ان الرايه ما تسقطش، ولسه الرايه هتسقط. ظهر البطل بتاعنا سيدنا عبد الله بن رواحه.
طبعا اي حد تاني كان ممكن يخاف، هو طالع عشان خاطر يموت، لكن هو ما خافش وانشد شعره عشان خاطر الحماسه وقال: اقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن، ان اجلب الناس وشدوا الرنه، ما لي اراك تكرهين الجنه، قد طالما كنت مطمئنه، هل انت الا نطفه في شنه. وقعد يقاتل وبرضه كمل الشعر وقال: يا نفس الا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد اعطيتي، ان تفعلي فعله ما هديتي، وان تاخرت فقد شقيتي. لحد ما قتل سيدنا عبد الله بن رواحه، وساعتها مسك الرايه سيف الله المسلول سيدنا خالد بن الوليد، اللي عمل خطه عبقريه قدر يسحب بيها الجيش المسلمين من هناك ويرجع بيه سالم للمدينه. في الوقت ده كان الرسول عليه السلام بيقول للمسلمين في المدينه احداث المعارك كلها كانه شايفهم قدام عينه، وقال: استلم الرايه زيد فقتل، فمسكها جعفر فقتل، فاستلمها عبد الله بن رواحه فقتل، ثم اخذ الرايه سيف من سيوف الله. والرسول هو بيتكلم عليهم كان بيبكي جدا عليهم. فرحم الله سيدنا عبد الله بن رواحه، ورضي الله عن صحابه رسول الله اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا كده خلصت. سلام عليكم.